السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. اشترك في قناتي من فضلك وتابع باقي الحلقة. دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر لكل مسلم. تعد زكاة الفطر من الفرائض الواجبة على كل مسلم. زكاة الفطر رابع ركن من أركان الإسلام الخمس، وحددت دار الإفتاء المصرية وقت إخراج زكاة الفطر لعام 2023 تزامنا مع شهر رمضان لسنة 1444 هجريا، ليكون آخر توقيت لإخراجها قبل صلاة عيد الفطر المبارك. وقد حدد مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام رئيس الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم قيمة الزكاة 2023 30 جنيه عن كل فرد، ولذا أراد أي فرد الزيادة فهو أمر مستحب، والله يضاعف لمن يشاء، حيث جعل الله زكاة الفطر تطهيرا للنفس وتعزيزا للصيام ومضاعفة للأجر. ومقدار زكاة الفطر يعادل 2.5 كيلو جرام من القمح عن كل فرد، حيث أن أهل مصر يشتهرون بزراعتهم من القمح. وصرحت دار الإفتاء يجوز خروج زكاة الفطر نقديا، وذلك بناء على فتوى الإمام أبا حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بقيمة نقدية بدلا من الحبوب. وقال مفتي الجمهورية أن تعجيل خروج زكاة الفطر أمر جائز ومستحب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، وذلك إعناء للمساكين عن السؤال وتيسيرا على الفقراء والمحتاجين، ولتكون عونا في تلبية مطالبهم. وحددت الشريعة الإسلامية مصاريف الزكاة في 7 فئات كما جاء في القرآن الكريم: 1 الفقير، 2 المسكين، 3 العاملين عليها، 4 المؤلفة قلوبهم، 5 وفي الرقاب، 6 الغارمين، 7 من هم في سبيل الله وابن السبيل. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اشترك في قناتي من فضلك، وكل عام وأنتم بخير.